امهات كتير جدا بتيجي تشتكي وتقول يا دكتور كنا قاعدين بالليل وفجأة لقيت ابني صحي من النوم وحاطط ايده على خده وعمال يعيط وبيقول لي يا ماما ضرسي عمال يوجعني وانت مش عارفه تعملي ايه ولا تتصرفي ازاي ومفيش اي مسكنات في البيت. انا بقى جالك في فيديو النهارده عشان اقول لك ازاي تسكني الالم بتاع الطفل بتاعك ده من غير ما تروحي للدكتور لو مفيش اي مسكنات متوفره في البيت. انا دكتور مصطفى هيكل برحب بكم في فيديو جديد، يلا بينا. السلام عليكم، معكم دكتور مصطفى هيكل برحب بكم في فيديو جديد. ألم الأسنان عند الأطفال من المشاكل المنتشرة جدا عند الأطفال، لأن الأطفال في العموم ما عندهمش الوعي الكافي إن هم يغسلوا أسنانهم بالفرشة والمعجون ويهتموا بيها لأنهم طبعا صغيرين، وأوقات كمان بيبقى الأب والأم مشغولين شوية فما بيهتموش بأسنان أطفالهم، فيجي الطفل ياكل والأكل بتاعه يلزق على أسنانه فتيجي البكتيريا تتغذى على الأسنان دي وتبتدي تعمل حفر وتعمل سوس في قلب الضروس، وده سبب كافي انه يخلي الطفل عنده الم في اسنانه. طيب ايه هي بقى اشهر الاسباب لالم الاسنان عند الاطفال؟ اول سبب معانا اللي انا قلته قبل شويه هو تسوس الاسنان. طيب الطفل كل والاكل طبعا لزق على اسنانه فتبتدي البكتيريا عددها يزيد وتتغذى على الاكل اللي موجود في الاسنان ده، والاكل دون طبعا كافي او البكتيريا دي كافيه ان هي تسبب التسوس في الاسنان، والتسوس طبعا ده بيفضل يزيد وينتشر اكتر لحد ما يوصل للعصب، ولما يوصل للعصب طبعا الطفل هيحس بألم شديد جدا وهو ده اللي هيصحيه من النوم. تاني سبب بقى معانا من اسباب الألم عند الأطفال هو وجود الخراج في الضروس او الاسنان. الخراج ده طبعا سبب كافي انه يخلي الطفل عنده وجع وألم في اسنانه، والخراج ده طبعا بيحصل نتيجة انه الضرس فضل فترة طويلة قوي يوجعه واحنا فضلنا ناخد في مسكنات وما رحناش للدكتور، عملنا حشو عصب، عشان كده التسوس ده فضل يزيد والعصب طبعا كله مات وبدأ يعمل خراج وورم تحت الضرس. والخراج ده طبعا خطير جدا لانه طبعا بيأثر على الضرس الدايم اللي هيطلع تحت الضرس اللبني، فطبعا هيأثر عليه مش هيخليه يطلع بسرعة، وكمان هيأثر على النمو بتاعه. فعشان كده مهم جدا ان احنا نعالج الخراج في الاطفال، سواء ان احنا خلاص لو هنخلع الضرس نخلعه او ان احنا نبتدي نعمل له حشو عصب. وبكده نكون عرفنا تاني سبب من اسباب ألم الاسنان عند الاطفال وهو وجود الخراج. تالت سبب بقى ودول بيعتبر من اشهر الاسباب اللي تسبب الم عند الاطفال هو ان الطفل ده كنت انت عامله له حشو والحشو ده وقع وانت ما كنتش تعرفي، وابنك كمان او طفلك ده ما يعرفش كمان ومش واخد باله ان الحشو اللي هو كان عامله وقع. طيب لو الحشو ده وقع بتبتدي بقى طبعا الاكل يدخل جوه الضرس والبكتيريا طبعا تنشط تاني وتدخل جوه الضرس وتقعد تاكل فيه وتسبب فيه تسوس تاني، والتسوس ده برضو كافي ان هو يخليه يحس بألم. فعشان كده مهم جدا ان الطفلك ده لما تعملوا له حشو عادي او حشو عصب فانت لازم تعملوا له طربوش، والطربوش ده بيبقى شكله معدن بالمنظر ده كده. هو طبعا شكله ممكن يكون مش عاجبك او مش هيعجب الطفل قوي، بس الفكرة كلها ان هو وجود الطربوش ده مهم جدا عشان بيحافظ على الحشو من انه يقع او انه الضرس نفسه يحصل فيه كسر او حاجه، لانه طبعا زي ما احنا عارفين انه الاطفال بيحبوا ياكلوا الكراميلا والطوفي والشوكولاته والحاجات دي كلها، الحاجات دي كلها بتوقع الحشو طبعا. فانا عشان احمي انه الحشو ده ما يقعش خالص من الضرس ولا الضرس حتى يتكسر، فاحنا لازم نعمل طربوش، وجوده مهم جدا. سواء بقى انت هتعملي حشو عادي او حشو عصب، في الاطفال لازم نعمل طربوش. ودي حاله كانت عندي في العياده، كان جاي والحشو بتاعه واقع بالمنظر ده كده وظاهر في الاشعه زي ما انتم شايفين كده. الاشعه دي بقى مبينه ايه؟ مبينه انه هو كان حاشي عصب من سنتين والحشو ده وقع بالمنظر ده وبدا يعمل خراج تحت وبدا يوجعه من تاني. وطبعا العيان ده او الطفل ده وامه وابوه خسروا طبعا الفلوس اللي دفعوها عشان هم ما عملوش طربوش. والدكتور ساعتها لما انا سالتهم قالوا لي فعلا الدكتور نصحنا ان احنا نعمل طربوش واحنا كبرنا دماغنا. فمهم جدا ان احنا نهتم ونعمل طربوش. وطبعا احنا عملنا له الطربوش بقى بالمنظر ده كده وهو خلاص اقتنع، وامه وابوه اقتنعوا ان مهم جدا ان هم يركبوا طربوش بعد الحشو العادي او حشو العصب. طيب بقى دول يعتبروا من اشهر الاسباب لألم الاسنان عند الاطفال. نخش بقى في الخطوه اللي بعد كده وهو علاج ألم الاسنان عند الاطفال. طيب دلوقتي بقى اسنان طفلك بدات توجعه، طب هنعمل ايه؟ او في الحقيقه في نوعين من العلاج. اول نوع معانا وهو لو في مسكنات متوفره في البيت زي الكتافلاي او البروفين هنبتدي نديهم له وهيبتدي يسكن الالم.
طيب فرضا بقى زي ما قلت قبل شويه انه طبعا ما فيش اي مسكنات في البيت، فهنعمل ايه ساعتها بقى؟ هقول لك على خطوات لو مشيت عليها بالظبط الالم ده هيخف خلال ثواني. فاول حاجه هتعمليها هو انك هتاخدي طفلك على الحوض وتبتدي تغسلي له اسنانه كويس جدا بالفرشه والمعجون. طيب تاني حاجه هنعملها بقى هو ان احنا هنعمل له كمادات بارده على المكان اللي فيه الوجع ده. كل اللي انت هتعمليه هو انك هتجيبي تلجه او حاجه مجمده من الفريزر وهتلفيها في فوطه. لازم تلفيها في فوطه، ما ينفعش تحطها دايركت كده على المكان اللي فيه الوجع. المهم يعني هتلفيها بالفوطه وتحطيها على المكان اللي فيه الوجع بالمنظر ده كده. واهم حاجه وانت بتعملي الكمادات دي الطفل ما يبقاش نايم على ظهره. ليه ما يبقاش نايم على ظهره؟ لانه لما بيكون نايم على ظهره الدم بيبقى راجع ومتجمع في الدماغ او متجمع في المكان اللي فيه الوجع ده، فالدم ده طبعا بيبقى ضاغط على العصب فبيخلي فيه وجع. فعشان كده الوجع ده يخف شويه لازم يكون بتعملي له الكمادات ده وهو رافع راسه، ده اهم حاجه. طيب والكمادات دي بقى تكون مدتها قد ايه يا ترى؟ الكمادات دي هتعمليها لمده 10 دقائق وتريحي 10 دقائق والالم ان شاء الله هيبتدي يخف. طيب احنا عملنا كل ده يا دكتور وبرده الالم لسه موجود او الالم خف شويه بس لسه الطفل بيعيط. ساعتها بقى هننقل على المرحله اللي بعد كده، هو انك هتاخد الطفل ده وتخليه يتمضمض بميه دافيه بملح. الميه الدافيه بالملح دي هتقتل البكتيريا وهتقلل عددها، والبكتيريا دي طبعا هي اللي بتسبب الالم ده. وكمان المضمضه بالميه الدافيه بالملح هتخلي لو في اي اكل محشور في المكان اللي فيه الضرس ده اللي هو بيوجعه، الاكل ده طبعا هيبتدي يطلع والالم يبتدي يهدى شويه. طيب يا دكتور انا ابني صغير قوي وطبعا مش بيعرف يتمضمض بالميه والملح، هتعملي ايه ساعتها؟ كل اللي انت هتعمليه انك هتجيبي من الصيدليه سرنجه 5 سم زي دي كده، والسرنجه دي هتشيلي منها السن طبعا وتبتدي تمليها محلول ملح وتبتدي ايه تضخيها في الضرس او في المكان اللي فيه الوجع ده. طبعا لو في اي اكل او اي حاجه مع الضخه بتاعت السرنجه دي، الضخه دي هتخلي الاكل اللي محشور جوه يطلع وكمان هتخلي عدد البكتيريا يقل. طيب يا دكتور انا عملت كل ده والالم برضه لسه مستمر ومش عارفه اعمل ايه، ساعتها بقى هتجيبي حته من القرنفل وتحطيها في المكان الضرس اللي فيه الوجع ده وتخلي طفلك يعض عليها، هيسكن الالم خلال دقايق. طيب عملت كده برضه والالم لسه مستمر، ساعتها بقى هنلجأ لاخر مرحله خالص، والمرحله دي طبعا بتجيب من الاخر، هو انك هتجيبي فص ثوم وتحطيه على المكان اللي فيه الوجع وتخلي طفلك يعض عليه. طيب ليه الخطوه دي ما اعملهاش من الاول وخلاص؟ طبعا الطفل طبعا ما بيحبش الثوم والحاجات دي، فانت اول ما هتحط له فص الثوم ويعض عليه هيقرف ويتف اصلا، فعشان كده احنا ما بنستخدموش في الاول خالص عشان الحته دي. طيب دلوقتي بقى انت هتجيبي له فص الثوم زي ما انا قلت لك وهتحطيه على المكان اللي فيه الوجع ويبتدي يعض عليه، الالم هيخف خلال ثواني. كل الطرق اللي انا قلتها دي بقى من طرق علاج الم الاسنان عند الاطفال في المنزل، ولكن الطرق دي كلها مؤقته، يعني الالم هيرجع تاني، ولازم تروحي للدكتور العياده عشان نعرف سبب المشكله ايه ونبتدي نعالجها. سواء بقى الضرس ده هيتخلع، لو الضرس الدايم اللي تحته قرب يطلع وفي مشكله فخلاص هيتخلع طالما الضرس الدايم قرب يطلع. طيب لو الضرس الدايم ده لسه بدري عليه فطبعا ما ينفعش نخلعه، فهنا بقى يجي دور الحشو، سواء بقى هنحشيه حشو عصب او حشو عادي. ولازم بعد الحشو اللي احنا هنعمله ده نعمل طربوش. انا اي حاله بتجيلي العياده ما بمشيهاش من عندي او ما بعملهاش حشو لا عصب ولا عادي الا اما يكون هيعمل طربوش بعد الحشو. عشان كده كانت في حاله جت للعياده وما كانش عامل طربوش بعد الحشو، وطبعا الحشو ده طلع بالمنظر ده كده وبدأ يوجعه، وساعتها بقى انا قلت له كنت لازم تعمل طربوش فعلا، وبدأنا نعيد في العلاج تاني بتاع حشو العصب وعملنا له طرابيش بالمنظر دي كده. وبكده نكون خلصنا موضوع حلقة النهارده. اتمنى يكون الموضوع عجبكم وتستفادوا منه. ما تنسوش اهم حاجة تغسلوا اسنانكم كويس بالفرشة والمعجون، وتهتموا باسنان اطفالكم عشان ما تسوسش، وعشان الاسنان الدايمة اللي هتطلع بعد كده تطلع كويسة ما فيهاش اي مشاكل. اتمنى يكون الموضوع عجبكم وتستفادوا منه. اتمنى لكم صحة كويسة. سلام.